أول حاجة غيّري مفهومِك عن كلمة دايت، يعني كلمة دايت دي عاملة لنا أزمة في حياتنا، فغيّري مفهومها من إن أنتِ بتعملي دايت عشان تخسّي، الدايت ده باعمله وقت محدد، نظام محدد، مدة محددة، لأ، إحنا مش هنعمل كده، إحنا هناكل الأكل اللي إحنا بنحبه، هنستمتع بالأكل، فكرتنا عن مفهوم الdiet دي لازم تكون إن أنا باكل علشان أغذّي نفسي، عشان أغذّي جسدي، علشان أبقى أستمتع بالأكل، وآكل حاجات مفيدة تبنيني مش تهدّني، فهي دي مفهوم الdiet الجديد اللي لازم تاخديه علشان تبتدي تبُصّي لفكرة التغذية بشكل مختلف عن إن هي حرمان من أكلات معيّنة، أو باكل أكلات معيّنة لها سعرات حرارية معيّنة، ما أركّزش خالص في حتّة اللي هي إن أنا باحرم نَفْسي، لأ أنا باستمتع بالأكل. إزاي أغيّر مفهومي عن كلمة diet دي، إني أستمتع بالأكل الصحّي، أعمل أكل صحّي حلو أنا باحبه أستمتع بيه، وآكل لمّا أجوع، ما آكلش لمجرّد التسلية، ما آكلش لمجرد إن أنا زهقانة أو متضايقة أو أفِش غِلّي في الأكل أو حاجة زي كده، الأكل آكل لمّا أجوع. مثلًا في شوكولاتة أو نِفْسي في حتّة cheese cake أو في حتّة مش عارف إيه، لأ ده يبقى أنا مش جعانة، لكن لو جات لي حتّة لحمة أو فرخة، لأ أنا مش عايزة آكل دي، أنا عايزة آكل دي. إلا طبعًا لو حاجة مش باحبها خالص يعني دي قصة تانية يعني، لكن آكل الأكل يعني أبقى جعانة إن الحاجة اللي أنا باحبها الصحية لو جات قدّامي هاكلها، لكن مش selective يعني مش لأ أنا نِفْسي دلوقتي في cheese cake أو نِفْسي في شوكولاتة أو نِفْسي في ice cream، لأ ده يبقى مش جوع، ده يبقى craving لحاجة حلوة. فده كده أنا أعرف أحدد أنا جعانة والّا زهقانة أو متضايقة أو عندي craving أو كده. تاني حاجة آكل لحد ما أشبع، ما أقومش من على الأكل جعانة، فده محتاج مننا إن إحنا ناكل بوعي، يعني الأكل يتحط و وآكل بوعي ل عشان أعرف الشبع بييجي إمتى، دي محتاجة مننا تركيز في الأكل. يعني مش آكل وأنا سرحانة في عالم تاني أو أنا قدّام التلفزيون أو أنا بافكّر في حاجة تانية، مُخّي مشغول بحاجة تانية، دي مش هاحس إن أنا شبعت، مش هاحس هابقى باكل، باكل، باكل وفجأة هاحس إن أنا جات لي تُخمة، فإحنا مش عايزين نوصل طبعًا للتُخمة، أنا آكل لحد ما أشبع وأبقى واعية إمتى شبعت وما اوصلش أبدًا لحد اللي هي مش قادرة آخُد نَفَسي من الأكل، أبدًا، لازم أسيب يعني شبعانة بس مبسوطة، مرتاحة، بطني مرتاح، مش مدفوسة أوي. دي حاجة دي تالت حاجة، يعني أستمتع بالأكل وآكل لمّا أجوع وآكل لحد ما أشبع وما آكلش لحد التخمة. و وك رابع حاجة بقى إن أنا ضميري ما يأنِّبنيش، يعني لو كلت حاجة غلط مش غلط، يعني لو كلت حاجة برّه الحاجات الصحية اللي أنا عاملاها لنفسي أو برّه النظام الصحي، خلاص ما اقعدش أجلد نفسي علشان ما ييجيليش إحساس إن أنا عاملة diet بالمفهوم القديم اللي إحنا اللي إحنا بنحاول نغيّره يعني. ف فلمّا آكل حاجة خلاص برّه البيت أو حاجة وقاعدة في حتة أو معزومة أو كده وكلت حاجة برّه النظام بتاعي، خلاص أنا استمتعت بيها و و وكلتها مبسوطة وخلاص، والموضوع منتهي وكإن ما حصلش حاجة، ما أقولش بقى لأ طب خلاص بقى ضربوا الأعور على عينه، لأ ده أنا هابتدي من بُكرة، ما فيش نلغي كلمة ضربوا الأعور على عينه دي واللي هي هابتدي من بُكرة خلاص بقى اليوم باظ والكلام ده لأ، كلت الحاجة استمتعت بيها، خلصت على كده، أكمّل عادي في نظامي العادي. فدي الحاجات اللي هتخلّينا نغيّر المفهوم عن كلمة الdiet دي، ونخلّي مفهومنا عن إن هي تغذية صحية،
إحنا بنغذّي نَفْسنا، بنغذّي جسمنا، باحب جسمي، فعشان كده بأكّله الأكل اللي يفيده وينفعه ويبنيه ويحسّن شكله ويبقى أحسن ما فيّا وهكذا. تاني حاجة من الإرشادات دي إن إحنا آآ هاشتغل على علاقتي بجسمي، يعني ما ابقاش طول الوقت شايفة نَفْسي الشرط الوحيد لجمالي إن أنا أخِس، دي حاجة مهمة جدًا. ف رابطة شكلي ب بإنه بوزن معيّن، لأ، أنا حابة نَفْسي كده، أنا حابة نَفْسي كده، وأنا برضه نرجع تاني نقول أنا عايزة صحّتي تبقى أحسن، عايزة أطلّع أحسن ما فيّا، فعشان كده باهتم بنَفْسي. لكن مش عشان أنا شكل جسمي وِحِش وعايزة أحسِّن شكل جسمي بإن أنا لازم أخِس، لأ، نشيل الحتّة دي خالص من دماغنا ونبتدي لأ، أنا حلوة كده وأنا جميلة، بس أنا عايزة أحسِّن صحّتي، مش عايزة شكلي يبقى أحسن صورة ولا أبقى يعني مانيكان أو model لأ، أنا عايزة أحسِّن صحّتي الأول. فالهدف يبقى إن أنا أحسّن صحّتي وأبقى مبسوطة وسعيدة و ويعني مرتاحة في نَفْسي، مش إن أنا مجرّد إن أنا يبقى شكلي حلو. فدي بنشتغل بيها على علاقتي بجسمي، فجسمنا هو بيتنا اللي شايلنا، فلازم أنا أحبّه وأقبله و وأحاول يعني باعمل كل حاجة علشانه. ف دي حاجة، إزاي أشتغل على علاقتي بجسمي؟ إن أنا ما أركّزش في الميزان، يعني ما أركّزش إن الميزان أقف على الميزان نِقِص كذا، ياه! ده أنا ما فيش فايدة فيّا، ده أنا جسمي ما فيش فايدة فيه، فدي ما نركّزش خالص مع الميزان، الميزان ده مش أساسي، يعني كتير جدًا من اللي معانا باقول لهم شيلوا الميزان من وشّكم خالص، خبّوه في حتّة، ما تركّزوش معاه خالص، لمّا بيبقى الموضوع فيه يعني obsession بالميزان والوزن. فإحنا مش عايزين الobsession ده خالص، مش عايزينه، إحنا بنهتم بصحتنا، الميزان ده ييجي بعدين خالص، مش وقته خالص. أو ما يجيش، هتلاقي أنتِ هتحسي إن أنتِ الدنيا بتتحسن مع التغذية الصحية ومع الرياضة. تاني حاجة علشان ما نرهقش نفسنا أو نحسّن علاقتنا بنفسنا، ندوّر على نوع رياضة بنحبه. يعني أنا الرياضة بالنسبة لي ما تبقاش تعذيب، لأ، أعمل حاجات باحبها، أبتدي بحاجات الأول أكون باحبها، آآ، أي شكل من الأشكال بقى مشي، رقص، نَط حبل، يعني في أشكال كتير جدًا أنتِ تشوفي حاجة أنتِ بتستمتعي بيها وتعمليها، ما تبقاش أنتِ بتعذبي نفسِك برياضة، مش أول ما ابتدي أنا هاروح gym أشيل 100 كيلو، هو ده اللي لازم أعمله فهاعمله حتى لو باعذّب نفسي، لأ، إحنا مش بنعذّب نفسنا، مش بنعذّب جسمنا، بالعكس الرياضة بتبنيه برضه وبتبني العضلات وبتخلّي شكله حلو، ف فم فالرياضة برضه لازم تبقى نغيّر الconcept بتاع أو مفهومنا عن الرياضة إنها هاروح أعذّب جسمي علشان أخس وعلشان ينزل وعشان يحرق الدهون وعلشان لأ، بالعكس دي الرياضة بتبنيه، بتحسّنه، بتحسّن نشاطِك، بتحسّن صحتِك النفسية كمان، بتشتغل على نفسيتِك، كل حاجة في الدنيا الرياضة الحقيقة هو يعني طبعًا مش هاتكلّم عليها دلوقتي، بس هي فعلًا دوا، يعني هي دوا لكل الأمراض ولكل سواء جسدية أو نفسية أو كل حاجة، فالرياضة هي الدوا اللي ببلاش. ف فيعني الرياضة دي حتّة تانية لازم برضه نغيّر مفهومنا عنها. آمم بعد كده برضه حاجة من اللي هتحسّن جدًا علاقتنا بجسمنا، إن إحنا نهتم أو علاقتنا بجسمنا والحالة النفسية، إن إحنا نهتم بالنوم. النوم برضه ده دوا نمرة 2 يعني الرياضة والنوم دول
يعني إكسير الحياة زي ما بيقولوا. النوم ناس كتير أوي مش بتقدّر قيمة النوم في الصحة النفسية أو الجسدية، في الاتنين. النوم ده حاجة من الحاجات اللي هي يعني أهم من الأكل وأهم من الشرب وأهم من كل حاجة. ف فاهتمي بنومِك، اعملي مواعيد محددة، اعملي rhythm لحياتِك كلّها بما فيها النوم. صحيان في وقت معيّن، أكل في وقت معيّن، نوم في وقت معيّن. فبالتدريج هيبقى الروتين ده هيدخل في system جسمِك، فجسمِك يتعوّد على الروتين ده ويطلّع أحسن ما فيه في مع الrhythm أو الروتين